خوتي السلام عليكم. اليوم ما جيتش نهضر لكم على شي حاجه اللي كتعاني منها المدينه ديال ازرو ولا شي موضوع ثقافي، وانما جيت نهضر لكم على لي كومبيتون اللي كاينين عندنا في المدينه. واليوم غادي نمشيو نديروا واحد الزياره لواحد السيد في المركز ديال الصناعه التقليديه اللي كيمتاز فن النحت على الخشب، لاغ دو لا سكولتور سور لو بوا. خليكم معايا، واللي ما عرفش الطريق احنا دابا قدام اقشمير، وهنايا كاين المركز الثقافي، غادي ندوزو من موراه وغادي نمشيو للمجمع الصناعه التقليديه باش نشوفوا هذه الموهبه اللي عندنا في المدينه. خليكم معايا وتبعوا معايا الفيديو التالي. كما قلت لكم خليكم معايا، هذا السونتر ديال المدينه، وغادي نمشيو باش تعرفوا الطريق اللي كيدي للمجمع ديال الصناعه التقليديه اللي الممر ديالو في هذه الدوره هذه. خليكم معايا وما تنسوش تجيو تزوروا السي عبد الكريم اللي معروف في الفن ديال النحت على الخشب، يعني يستحق الزياره، ونشجعوا الولاد ديال المدينه ديالنا والبلاد ديالنا، علاش لا. اذا خليكم معايا، احنا غاديين المجمع ديال الصناعه التقليديه، ومن هنا الطريق ديالو غادي نمشيو نشوفوا السي عبد الكريم الفنان ديالنا، لا سكولتور سور لو بوا. اذا هذا هو المجمع ديال الصناعه التقليديه. نمشيو ونخليوكم في الضيافه ديال السي عبد الكريم، مع انه ما كيكونش مثالي، لكن نحاولوا نلتقيو به، الا ما لقيناش نغتنموا الفرصه ونشوفوا شنو عنده. اذا هنايا كيتواجد، بعد ما تدخلوا غادي ندخلوا ونكتشفوا شنو عنده. المهم دخلنا للمحل ديال السي عبد الكريم الفنان ديالنا، هو راه مشغول، ودابا غادي نتولى انا باش نهضر شي شويه على الفن ديال النقش على الخشب، اللي هو شكل من الاشكال ديال الثقافات والتقاليد اللي توارثتها البشريه عبر العصور. المهم هاد الحرفه ديال النقش على الخشب تعرفت بها العديد من الحضارات، منها الحضاره المصريه والفينيقيه والاغريقيه، وكان كيستخدمها الانسان في الحياه اليوميه ديالو، في التلبيه ديال الحاجات ديالو، في الصناعه مثلا ديال الاثاث المنزليه ديالو الى اخره، والديكورات الى اخره، بزاف ديال الحوايج. المهم هاد الحرفه هذه لم تقتصر على الحضارات الشرقيه فقط، بالعكس هي انتشرت في اوروبا كذلك، واشتهرت بها ايطاليا وفرنسا واسبانيا. وملي كنقول اسبانيا فالمغاربه دخلوا هذا الفن ديال النحت على الخشب، وخصوصا في الاقاليم ديال الاندلس مثل اشبيليه، قرطبه، الميريا اللي كتسمى العامريه الى اخره. المهم كما كتشوفوا المنتوجات ديال السي عبد الكريم فيها واحد اللمسه، وبما انه هو تبع هاد الحرفه ديالو من الصغر ديالو، فعطى فيها الكثير وعطى فيها الحب وعطى فيها الابداع. والمهم كنتمنى من الناس ديال المدينه انهم يجيو يزوروا السي عبد الكريم ويشوفوا المنتوجات ديالو ويشجعوه على الاقل، وراه عنده حويجات زوينين كما كتشوفوا اللي يستحقوا انه يكونوا عنده في الدار ديالو، خصوصا ديكورات وحوايج اللي متعلقه حتى بالاثاث المنزلي، بزاف ديال الحوايج زوينين نتوما كتشوفوا. اذا من ابرز الانواع ديال الخشب غادي نهضروا مثلا على هاد الانواع هادو اللي بحثت عليهم ولقيتهم. كاين النقش البارز، كاين النقش الغائر، والنقش المفرغ، والنقش بالحفر العميق، والنقش على الالواح الكبيره. الادوات خلاص كلشي كيعرف انه كاين المناشير، المطارق، المقصص ديال النقش، اقلام الرصاص، والادوات ديال التنعيم والتشطيب. لكن اللي ما كيعرفوش الناس انه هاد الحرفه هذه كتقتصر على انواع معينه ديال الخشب، مثل خشب الجوز والبلوط والارز والصنوبر وغيرها من انواع ديال الخشب. لكن الخطوات اللي كيتبعها النحات في العمل ديالو كذلك ما عنديش خبره في هذا الميدان، لكن بالبحث والسؤال عرفنا من السي عبد الكريم انه كاين اختيار الماده الخام اللي هي الخشب كما هضرنا عليها، التصميم والتخطيط يعني على الورق، كاين اللي كيخدم الورق والسطح ديال الاخشاب،
التقطيع الاولي، يعني كتختار الابعاد والمساحه اللي غادي ياخذ هذاك الشكل اللي غادي تخدم عليه. التشكيل والحفر، يعني كتبدا في الخشب ديالك الماده الخام وكتبقى تحفرها شويه بشويه، وكتكمل في التفاصيل الصغيره، يعني باش تكون حاجه متقنه. كتبع الخطوات ديالها، ضرب هنا تقد من هنايا. التنعيم والتشطيب اللي هي كنخدموا فيها الكاغيط الحراش والتلوين والصباغه باش يبان الجماليه ديال داك المنتوج اللي كنصاوبو. وفي التالي كيكون التلميع اللي هو كنديروا ليه الفيرني وبزاف ديال الحوايج اللي كيداروا. الحرفه ديال النقش على الخشب في العصر الحديث ولات كتمتاز بزاف ديال الحوايج. مثلا عوض هاد الحرفه التقليديه كاينين دول اللي كيعتمدوا على زواقات ولا تصاميم الكترونيه وكيطبعوها على الخشب، ولكن ما كتكونش فيها واحد اللمسه تقليديه. اذا هنايا في المجمع ديال الصناعه التقليديه كاينين صناع تقليديين في بزاف ديال المجالات، ولكن انا اختاريت انني نبدا بالسي عبد الكريم لانه فعلا كيستحق اننا نهضروا عليه ونتكلموا على الكفاءه ديالو. والمنتوجات ديالو زوينين تبارك الله كما كتشوفوا في المحل ديالو. والصور اللي عرضت لكم في الفيديو هي صور من المنتوجات اللي كيبيع فقط. هنايا ما كايناش القضيه ديال اننا كنديروا اشهار مثلا ولا الناس كتقدم المنتوجات ديالها في وصلات اشهاريه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا الشيء هو اللي ناقص بزاف ديال الناس اللي عندهم كفاءات كبيره هنايا في المدينه، ماشي غير في الناحيه ديال الصناعه التقليديه ولكن حتى في الفن، حتى في التعليم، بزاف ديال الحوايج، في التمثيل.